طبعا مشاهدينا وفقرة البلالين بلو بلالون وجيريوس الشامي. صباحك جيريوس. صباح الجمال. جيريوس، ايش اليوم حضر لنا؟ البينك والابيض والسيلفر، في شيء يا جيريوس؟ هلا هم كيف اجوا معي هاي الالوان ما بعرف. اوكي، ما بعرف. اكيد انت مبدع بهذا الموضوع، موضوع عالم البلالين اللي حكينا 1000 مرة انه موضوع البلالين موضوع كثير كبير. جيريوس كل مرة بيحكي لنا البلالين مش لشو، للصغار، لكل الاعمار. يعني هيك يا ساندي. صباح الخير مشاهدينا الكرام. طبعا ساندي دائما بنذكر مشاهدينا الكرام انه لجميع الاعمار، نعم، لجميع المناسبات. اوكي، نعم. واليوم رح نسوي شيء سمبل وصغير وحلو بسيط، وبتمنى انه يعجبك ويعجب الكل ان شاء الله. عندك فكره انت؟ ما بعرف يعني انا جيريوس دائما ما لا، هو ما فيش من اليوم، ما في منفاه كبير يعني، مش مشكله. فالحمد لله انه اليوم ما في منفاه كبير، فكله بصغير. اوكي. طب تسلي ايش اعمل؟ انفخ هيك يعني؟ مش عارف، امسكي واحد تسلي فيه، العبي فيه. ما طلع معك؟ طبعا ثاني نتذكر دائما مشاهدينا الكرام انه فيهم يزوروا موقعنا على الفيسبوك. نعم. بس يكتبوا بلو بالون، يعملوا لايك اند شير، بيطلع لهم اكثر من 1000 صورة لجميع المناسبات، فيهم يختاروا اللي بدهم اياه. اوكي. اوكي. خفيف بايدي. راح برضه جنزاوي قال لك اليوم مش كثير؟ لا، اليوم جنزاوي ما حكى لي، اسكتي. طبعا جيريوس، احكي لي كيف اقبال الناس على البلالين؟ والله شيء رائع يعني. في كثير ناس بتهتم بالبلالين صارت. فكرة حلوة عم بتصير للناس، عم تهتم فيها كثير وبتتقبلها بشكل جيد يعني. طيب هلا احنا مقبلين على موسم الهانيمون، الاعراس، يعني عم بيستخدموا هاي البلالين في الاعراس والمناسبات الخاصة في الخطوبة والعرس؟ طبعا بيستخدموها مع الورد طبعا، بس هي بتكون عادة الاشكال البالون بالاعراس بتكون سمبل وخفيفة. يس. وبتكون احلى لانه الناس لما تدخل تشوف بالون سمبل شيء زي هيك فبكون احلى انه يكون اي عجقه بالون مثلا عيد ميلاد او شيء زي هيك. طبعا مشاهدينا، بحب اشكر جيريوس لزينة عيد الاستقلال. كانت زينة رائعة في الإعلام الأردن، ألوان الإعلام الأردن، كانت زينة رائعة جيريوس. أنا بشكرك، يعني بشكرك وبشكر جهودك معنا في هذا اليوم. جيريوس، يعني أنا كل مرة، يعني أنا بعرفك كثير من زمان، اوكي، فجأة عرفت جيريوس عنده محل بلالين. ايش الفكرة او شو خطر لك انك يعني انا كنت اعرف عندك مطعم، صح؟ مزبوط، بس فتحنا يعني مجال البلالين، يعني فكرة كثير حلوة، الناس بتهتم فيها. حلوة كثير، بحبها يعني، ألبي طلبات الأطفال وشغلات زي هيك. نعم. بس هاي هي فكرتها يعني، ومشروع حلو الحمد لله ناجح. الحمد لله. طبعا جيريوس، اول محل بلالين كان موجود في عمان، انا بتذكر انه من عندك بلشت الفكره، ما كان في عندنا محلات بلالين. لا، كان في قبلي كذا محل، ويعني كان في كذا محل قبلي، ومنيح يعني، تنتشر شوي شوي مع الايام يعني. ذهبي وفضي، هلا عرفت هذا اللون ذهبي، مش عارفه شو لونه من اول ما فتت يعني. هلا هو الذهبي طلع معي هيك، بس ما بعرفش ليش طلع معي هيك اليوم، يعني غريبه انه طلع عادي جيريوس، يعني انا ما بطلع جنبي لقيت ذهبي. استغربت ليش ذهبي طلع معي. هو لون شعري، ذهبي على لون شعري. اوكي، ما انا بدي احمله واطلع فيه يعني هيك عشان على لون شعري بالبقى يعني اوعيه. لا بطل. بالعربي ودي
غير من الاخر، مش طلبي حبك مش طلبي بدك انت. طب جيريس احكي لي عن نهفة صارت معك في البلالين. والله كثير نهفات يا سامي. اكثر نهفة يعني كانت هيك يعني لما انت بترني علي بدك تاخذي بلالين وبرجع برن عليك تليفونك لحاله بيفصل. هاي نهفة؟ هاي نهفة، هاي بتجلط مش نهفة. هاي بتجلط مش نهفة، انه ليش تليفونك لحاله بيفصل مش فاهم. اوكي بس هاي يعني كثير نهفات. يعني انت انا مش عملت لك بلوك باي ذا واي. مش عارف يعني انه والله يكون عملت بلوك. لا والله امبارح رنيت لك بس ما رجعت انت بعثت لي مسج، مش عارفة ايش المشكلة عن جد بيني وبينك. والله يا ساندي هلا صراحة هو بيصير كثير نهفات بالذات ما يعني مثلا الزبون بيطلب شغله بنوصل له اياها بقول لك لا مش هذا الشكل انا طلبته. يا الله شو بضايق هذا الاشي. طبعا بيكون هو بس عمليه البالون بيكون هيك الشكل واصله، بس هو يعمله زي هيك بيطلب الشكل اللي بده اياه. كيف؟ يعني بيكون هذا مثلا واصل للزبون هذا الشكل زي هيك وبكون شايفه من بعيد انه لا مش هذا اللي طلبته انا على الصوره. برن عليك بقول لك انا ما طلبت هذا الشكل. طب اوكي بس معلش فرجينا الصورة، طب بس لفه شوي بلفه له هي الشكل اللي طلبته. سوري ما انتبهت. فهي احدى النهفات يعني. هاي احدى النهفات اللي بتصير معنا. طبعا هم من الاشكال الصغيره هاي، لكن بنقدر نسوي منها الحجم الكبير، نقدر نسوي منها احجام كمان كثير كبيره. نفس الشكل بيطلع منه احجام كبيره، بس احنا حابين اليوم نفرجي مشاهدينا الكرام انه كيف هذا الشكل بتكون لمناسبه، وبتكون لعده مناسبه مش بس مناسبه واحده يعني ساندي. عن جد حبيت هاي الفكرة جيريس، حتى بغرف نوم الأطفال يعني ممكن إنك تفاجئ ابنك بهيك بلالين بحبوهم. طبعا الأطفال يعني كثير بحب بالذات إنه تحكي له بالون بصير يمسكه يلعب فيه ينطط فيه، فكثير بحب الطفل إنه يشوف بالون ويلعب فيه، مع إنه بيفقع مثلا بإيده أو بس بكيف عليك شيء إنه شيء غريب بالنسبة للطفل بيكون. بتقدر تفاجئ بس مش كمان الطفل، بتقدر تفاجئ كمان العمر الكبير. أنفخ لك سيلفر؟ جنزاوي أنا ما بعرف يعني بصراحة جنزاوي. بلاش خليني محترمة على الهواء. جربي أنا بدي إياك تجربي. ما عرفت. وأنا ساندي وأنا بعرف البلالين وأنا خبيرة البلالين وأنا شو هيك تمام؟ كمان حجر؟ طبعا اذا بدك تسوي انت تنفخي له ببالون بدك تاخذي 5 دقائق مسوي. اوكي ما انا قلت لك ما عندي خبره. سبحان الله كل واحد شغله، ما مستحيل انه حدا يقدر يبدع شغل حدا ثاني. طبعا اكيد. هلا انت مبدعه بشغلك، شكرا مذيعه اكثر مني يعني. تسلم شكرا، انت مبدع دائما بكل شيء. والله بوجودك يا زلمه. بس لازم تتعلمي انت الصراحه، لانه زي يوم انا ما اجيت تكوني انت مكاني يعني تسوي شيء. ما باخذ مكانك ابدا، هذا مكان جيريس بلو بالون، بده يجي هو اللي عمل لنا البالون، ما مستغني عنك احنا جيريس. والله هاي قويه صراحه. تسلمي يا ساندي تسلمي. لو حطينا البينك مع السيلفر احلى. جيريس بينك مع السيلفر اتوقع احلى. ومفروض كان بينك مع السيلفر. طب خلينا نغير. بس انا نسيت يعني ما في اي مشكله. بس
عادي هيك كثير ونص. عادي صح. عادي. هلا بدنا نطول احنا البينك بالطول. احلى. وانا نسيت بيني وبينك. تحت سيلفر وتحت فوق بينك، شو رأيك؟ نفك هاي. لا تحت القاعدة عشان بدهم يجوا الايدين كمان نفس اللون هذا. هيفاء معنا واحد يا ساند اليوم. أنا ما نقيت. لا معنا أول واحد اليوم. هاي فروحة اللي بتنام. فروحة بلالين إلك، أنا عم بحاول أظبط لك إياها مشان تاخذيهم معك يا فرح. أنا توقعت تنقزي يعني تنطي غاد هيك. هو صرصور طالع بصراحة، هذا الإشي اللي بخليني أنا ممكن أنط. ثانك يو جمزاوي على هالأغنية الحلوة. حبيبنا جنزاوي. ثانك يو يا عارفة. ثانك يو إلهم لأنه أغنية حلوة صح؟ طبعا. شو واثق في حاله. أنا واثق في حالي. هو بيشتغل البلالين. بعدين هلا بس اخلصه بدي اسوي لك فراشة صغيرة كمان. اوكي. واو. طبعا هاي ايد نسميها عشان نحطها. طبعا الايد دائما نحاول تكون صغيرة يا سندي عشان وين نحط هالايد هون؟ بالضبط. اربطها جيريس؟ والله اذا بتعرفي تربطيها. هيك صح؟ ممتاز. شايف كيف تتعلمي بتصير تسأليني شوي شوي. خلص بصير اجي عندك تعطيني دورة. شو رأيك؟ هيني عم بعطيكي دورة كل يوم اثنين وخميس. طبعا فيهم مشاهدينا الكرام جرس بفكرني بحكي لي مش تروحي تفتحي محل وتتركينا بقول الجمزاوي. لا مشتركتك قاعدة عندك جمزاوي معنسة عندك. زبط معك بس عندي ولا ما زبط؟ مش عارفة. حاولت يعني حاولت. ايه منيح اوكي. هذا بتعلم كينج بوكسينج قاعد هذا البالون. عضلات. شفت؟ عامل بادي بيلدينج هذا البالون. هيك بصير كلب. فرح ان شاء الله تكوني رضيانة علينا يا فرح بالبلالين الحلوين. كيوت كيوت كيوت. طبعا وجه تحية لصديقنا عزيزنا المذيع صدام المجالي. اليوم عيد ميلاده لصدام. حبيبي هذا يا صدام. عن جد؟ اها. هاي البالون معناته. شايف؟ خلص ننتقل لصدام الدور. خلص. لا الناس فرح تزعل مني. خلص لما يكون صدام مداوم. هدول لفرح. يس.
هدول اشكال صغار ساندي فكرتهم حلوه وسمبل مثلا. لازم يكون واحد زلمه وواحد مره جيرياس. اكيد. هلا البينك لايش؟ بنت بس اوكي بيشبهوا بعض كثير يعني. هلا كيف بدنا نميزهم؟ لازم نحط لهم اشي هيك على راسهم ميكي ماوس، شو رايك؟ هلا بنميزهم. بعدين بابا اطول من ماما سبحان أكيد. الله. الزلمه طويل والبنت تكون قصيره. هلا بنكمل مشاهدينا الكرام. اوكي. هلا بدنا نسوي فراشه سريع. بدي اياهم يكونوا عائله هيك مبسوطه. عائله سعيده. ايوه. طبعا ساندي هاي فراشة رح نسويها هلا مع بعض. نعمل زي هيك. ذوقني بلمسة ايدك، نظرة عينك بتقتلنا، بقربت اللي ما تعيدك، بدي بس تغازلنا. ذوقني بلمسة ايدك. واو هلا بين معي شكلها. هينا نحطها بعدين هاي وين؟ من هيك. بدي بس تغازلنا. سبحان الله هذا البلالين كيف بتقدر بنسجم بالايد بكل الطرق. لازمها وردة هاي الفراشة لا تكون زعلانة بعدين. هذا بننطه هيك بس بنضلنا نسحب فيه بيطلع لفوق. واو حلوة. يعني بناخذ لون البينك. لسه ما خلصناش. وناخذ لون البينك ونعمل هيك فيه شغله على السريع. حط هذه هيك معاي هيك. هاي نوع ثاني ولا إلها؟ هاي اللي بيكونوا جناح الفراشة. تدخل هيك. جميلة. بعدين بنجيب هدول البلالين اللي بنحكي لهم بكون مكتوب عليهم زي ما انت شايفه بمناسبة ذكرى الزواج هابي يونيفرسيتي. نربطهم هون؟ فينا نعملهم بهذا الشكل. نربطهم هون. واحد على اليمين هاد. نربط واحد فراشة. بتضلها طايرة؟ يعني مش كتير بس نربط الله واقفة مع هدول هون هيك. مصرة هاي الفراشة انها هيك. نربط. هون. مشاهدينا الكرام تمام؟ نشكر مشاهدينا الكرام ونتمنى لهم انه يكونوا انبسطوا معنا ونشكر ساندي معنا.